كشفت الداخلية السعودية عن القبض على 431 متهما من 9 جنسيات مختلفة، وإحباط مخطط لتنظيم داعش لتفجير 7 مساجد في الرياض والشرقية، منها 4 مساجد خططت محاولة استهدافها خلال شهر رمضان. ومن العمليات التي تم إحباطها عملية انتحارية باستخدام الأحزمة الناسفة تستهدف الجامع التابع لقوات الطوارئ الخاصة في الرياض، الذي يستوعب 3000 مصل، وذلك يوم الجمعة 9 من رمضان تزامنا مع اعتداءي تونس والكويت. وتم إحباط عمليات انتحارية تستهدف عددا من المساجد في المنطقة الشرقية بشكل متتابع في كل يوم جمعة من شهري شعبان ورمضان، يتزامن معها عمليات اغتيال رجال أمن من العاملين على الطرق. وأوضحت الداخلية من ضمن العمليات أيضا التخطيط لاستهداف مقرات إحدى البعثات الدبلوماسية ومراقبة منازل ضباط أمن، وعمليات استهداف منشآت أمنية وحكومية في محافظة شرورة، وإقامة معسكر لتلقي التدريبات العسكرية والتواصل مع عناصر مطلوبة في اليمن. محمد اليوسي، العربية.